لاحظنا خطابين كشفوا هشاشة فكرة التمكين. خطاب يمزق 10 آذار، اتفاقية 10 آذار، وجايينك يا جزيرة، وجزيرة جزيرة يأتيك أبناء المغيرة. ولاحظنا كمان من خلال تمزيق النشاط الدبلوماسي اللي تم برعاية أمريكا، واللقاءات اللي جرت مع رون ديرمر، خيبر خيبر وسواها من مفردات تعد إسرائيل بالحرب. وهذا كلام يسمع جيدا في إسرائيل. لدى إسرائيل حساسية عالية جدا جدا تجاه هذا الموضوع. داخليا لدى قسد أيضا مجسات وحساسية عالية جدا. لأجل ذلك لا يمكن لقسد، أنا بتقديري، أن تتخلى أو أن تتغافل لحظة واحدة في مواجهة هذه السلطة التي تتنصل من اتفاق 10 آذار لأجل فكرة التمكين. يعني هذا نوع من الصبر الاستراتيجي الداخلي. لا يوجد صبر خارجي، لكن في صبر داخلي. يعني صابرين على اتفاقية 10 آذار، تعطيلها، التمويه عليها، تأخيرها، تبادل اللوم من أجل تقوية الوضع الداخلي. لكن أنا باعتقادي هذا منتهى ما وصل إليه الشرع.